المثال شركة يا رب معلش اسم تأميني الألماني، اللي هي من أكبر الشركات في العالم في مجال السولتي ستاكس. لما جت تنزل مصر بقى لها على فكرة يمكن 4 سنين بتكس نبض السوق. بتعمل إيه؟ بتصدر الشيبس بتاعها اللي هو اسمه لورانس من ألمانيا أو من الإمارات لما بتصنع هناك، بتنزله السوق المصري، بتنزله بالسعر اللي هتبيعه لو كانت صنعت لو صنعته في مصر، عشان نشوف السوق قابل ولا مش قابل. على فكرة هي بالسعر ده ما بتكسبش، لأن هي عبال ما بتصنعه هنا أو هنا وتصدره وتجيب وتحطه على الرف، هو اوريدي بيتكلم في التكلفة دي. بس أنا لازم أعمل اختبار سوق حقيقي، فأنا بنزل بالسعر اللي هنزل بيه لو أنا هصنعه في مصر. بقالهم يمكن 4 سنين بيجربوا وبيشوفوا والنتائج مش مشجعة. المنافسة شديدة جدا، البراندز اللي موجودة آه، آه، عندها جرأة عالية جدا في الفليفرز النازلة والكميات، لدرجة ان هم في الاخر ما بيقدروش يتحصلوا على حصة السوق اللي هم عايزينها. الارقام ما بتقولش كده، فلسه لحد دلوقتي ما جالهمش ضوء اخضر على السوق ده. طيب يا دكتور، هو علشان الشركة تاخد القرار انها تخش ماركت جديد او انها تنزل منتج جديد، هل ممكن تعمل ده بدون احتياجها لمطور اعمال؟ آم، ممكن، وشركات كتيرة بتعتمد على التسويق. بس المشكلة في التسويق حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو عنده شغله الأساسي إنه يحافظ على المنتج الحديث في السوق الحالي. الحاجة التانية إنه ممكن فالأولانية دي تخليه مش مركز كفاية. الحاجة التانية ممكن يبقى عنده ما نسميه تعارض مصالح. أنا شغال في السوق ده وناجح جدا في السوق ده، إيه اللي هيوديني هناك؟ دي مخاطرة قد أنجح فيها وقد أخسر شغلتي فيها، مش كده؟ السوق التاني ده هيتطلب في الآخر إن أنا يمكن أجيب مدير تسويق تاني، ويمكن في الآخر يجيب نتائج أحسن مني، ولا أنا نفسي بره. يعني بيحسب حسابات تانية. هو طرف ذات مصلحة في هذا القرار، وبالتالي عمره ما هيبقى رأيه 100% محايد. أديك مثل، إحنا بنعمل أبحاث تسويق كتير كده. في شركات تقول لك الله، طب وليه ما انا ممكن انزل البياعين بتوعي، ما هم في السوق وعارفين التجار، ما هم ينزلوا يعملوا البحث. خطأ، يعني خطأ في التسويق، يعني ده خطأ بتاع ابتدائي، خطأ تلامذة يعني. ما ينفعش. البياع بتاعك عنده مصلحة، عارف أي مرة هتعمل كده أول نتيجة هتجيلك إيه؟ محتاجين نرخص المنتج. أول نتيجة هتجيلك من غير ما أعرف أنت أصلا كان إيه بصرف النظر أنت سألت السؤال ده ولا ما سألته. هي دي الإجابة اللي هتجيلك. يعني انزل اسأل ايه الفليفرز اللي انتوا نفسكوا فيها، هرجع لك الاجابه من البياعين. محتاج ترخص المنتج، لان هي دي مصلحتي الشخصيه. كل ما المنتج كان ارخص كل ما هو اسهل له يبيع، كل ما هو اسهل له يبيع. فهو بيسهل على نفسه المهم. فالنهارده ما تجيش تسال واحد صاحب مصلحه عن حاجه، لانه دايما مصلحته هتبقى على احسن تقدير في الخلفيه. نقدر نقول ان انا ما اخدتش التجربة اللي انا اجوته ببرودكت او سيرفيسز في ماركت مختلف عن الماركت اللي انا ببقى ساكن فيه. يعني مثلا انا كروبير في مصر ما ساعدتش الشركات قبل كده اللي هي تلانش برودكت بره مصر. هل لما يجي لي بروجكت اللي انا لانش برودكت بره مصر كبزنس ديفلوبر، المفروض ارفضه ولا المفروض ان انا اخش اجرب فيه ساعتها هكون بتعلم فيه؟ لا، ما ينفعش تتعلم فيه. حضرتك تستعين بصديق. حضرتك اول حاجه تعمل، انا شخصيا لما كنت بشتغل ككونسلتنت ويجي لي مشروع جديد، آم، ببقى عامل حسابي ان انا ربحي في هذا المشروع هو اني بتعلم حاجه جديده. فبروح اجيب subject matter expert، يعني خبير في الموضوع يشتغل معايا، حتى لو هياخد كل الفلوس اللي انا هاخدها، حتى لو هصرف من جيبي عليه. بس انا بعتبر ان المشروع ده فرصه ان انا اتعلم حاجه، بس ما ينفعش اتعلمها على حساب العميل، لا اتعلمها على حساب انا. فانا واخد في المشروع ده 10 قروش،
هروح اجيب خبير هياخد 8 9 10 12 ويعمل الشغلانه صح، وابقى مطمن على العميل 100%، لان فلوسه دي في امانه بالنسبه لي. وانا استفدت ايه؟ طيب لما اجيب واحد يعملها ب 10 ولا ب 12، استفدت ان انا اتعلمت كويس، ودفعت ثمن الكورس اللي انا خدته. ما اقدرش اجيب العميل يدفع لي ثمن الكورس عشان اتعلم فيه، ده مبدأ مرفوض. انت كدكتور سنان جالك كيس ما شفتهاش قبل كده، محتاجه خلع ومش عارف ايه وبتاع ايه، انا ما عملتش الكيس دي قبل كده، هروح اجيب دكتور بيعرف يعمل الكلام ده واديله كل الفلوس اللي هاخدها وعليها فلوس تانية عشان يجي يعمل للمريض ده الشغلانه دي، وانا اقف اتفرج واتعلم. صح ولا غلط؟ ولا اجرب بقى في المريض اللي جاي لي ومديني صفته؟ ده ما ينفعش. إجابة حلوة جدا، وأتمنى إن معظم الناس مش كلنا وكل أعزائنا المستمعين اللي أنتوا لو بتسمعونا دلوقتي، يا ريت يكون ده الكونسبت والاتيتيود اللي إحنا بنشتغل بيه مع العملاء، علشان الماركت زي ما بنقول هو غرفة صغيرة أو قرية صغيرة، وفي نفس الوقت بيلف وبيرجع علينا تاني. دكتور، حابب اللي أنا أعرف منك في نهاية الدسكشن بتاعتنا، مطور الأعمال ده إيه النوليدج أو إيه السيرتيفيكتس اللي لازم يكون معاه علشان نقدر نقول عليه اللي هو بزنس ديفلوبر؟ خبره. مفيش سيرتيفيكتس في الوقت الحالي، مفيش. انا قلت لك مفيش ولا برنامج تدريبي في الموضوع ده في الوقت الحالي. البيزنس ديفلوبمنت، الكتاب اللي انا كتبته يا دوب ابتدى دلوقتي يبقى متقرر في جامعتين في المانيا، ومتقرر في جامعتين في مصر، في الام بي اي بروجرام طبعا. لكن ده يا دوب البدايه، يا دوب البدايه. ما فيش حاجه اسمها شهادات او كده اهو. لكن اي علم في الدنيا في السنترال كونسبت اللي اتكلمنا عليه، وفي حاجه تانية اسمها بودي اوف نوليدج. يعني لما تيجي تقول ان انت عايز تبقى دكتور سنان، يبقى لازم تتعلم ايه؟ 1 2 3 4 5، في حاجه، في حوالي 30 سبجكت لازم تتعلمه عشان تقول انا دكتور سنان كويس. دلوقتي اقدر امد ايدي في بق مريض واشتغل كطبيب اسنان. من ضمن الحاجات لازم انك تتدرب عملي على الحاجات دي. طيب البودي اوف نوليدج بتاع البيزنس ديفلوبمنت هم حوالي 14 حاجه لازم تعلمهم كويس قوي، تفهمهم كويس قوي، عشان تقدر تقول انا بفهم بيزنس ديفلوبمنت. وبعدين تبتدي تطبق على مهلك واحده واحده، بالمبدا ان انت ما تتعلمش في حد، لكن كل حته هات حد بيفهم فيها يعملها. يعني ادي العيش لخبازه، ولو كلوا كله وكل حته من عيشك كمان ما فيش مشكله، لانه بيعلمك. انت مفيش حاجه في الدنيا ببلاش، فانت مش هتتعلم ببلاش، ومش هتتعلم على حساب حد، تتعلم على حسابك انت. alright؟ فبالتالي انت بتبتدي تكتسب الخبره، تقرا وتتعلم مجموعه الخبرات دي، ودي موجوده. وعلى فكره كل واحده في ال 14 حاجه ليها كورسات موجوده في السوق، بس ما اسمهاش بيزنس ديفلوبمنت. يعني مثلا انت لازم تتعلم مهاره انك تعمل فيزيبيليتي ستادي، بس المهاره دي ما اسمهاش بيزنس ديفلوبمنت، اسمها فيزيبيليتي. وفي مهاره انك تعمل ميرجر واكوزيشن للشركات، يعني تقدر تشتري شركه او تشتري مشروع، او ان انت تقدر تخش بحصه في مشروع ويبقى ده جزء من البورتفوليو بتاعك. دي ليها مهارات، جزء منها فاينانس وجزء منها حاجات تانية تقدر تتعلم ده. في كورسات في ده، فهي مجموعه كبيره من الكورسات محتاج تاخدها. مفيش حبايه واحده فيها كل ده. دي لازم، زي اللي عايز يبني جسمه في الجيم، ما ينفعش يروح يجيب مثلا اللي هو الايه الدمبلز مقاس واحد، ويقول لك بس انا جبت بقى الدمبل ده هنمي بيه كل عضلات جسمي. لا، انت محتاج جيم، كل حاجه ليها جهاز، وكل حاجه يا ريت يبقى معاها مدرب كمان يقول لك تستعمل ازاي وتبني ازاي، وبتمشي انت تلف على كل دول لحد لما تقول انا كده بقيت تمام جاهز. بس فاضل تتعلم بقى الداينامكس، انه ان انت الكلام ده بقى ينزل مع بعضه ازاي على الارض، ويشتغل ازاي مع بعضه على الارض. فبتشتغل مع حد فاهم وتبتدي تتعلم معاه لحد لما تبقى جاهز. تحضير البيزنس ديفلوبر موضوع طويل مش صغير، موضوع كبير،
وعشان كده هم اللي فعلا منورين منهم عددهم قليلة ومرتباتهم عالية والشركات بتبقى ماسكة فيهم بإيديها وأسنانها. وعشان كده ده يجاوب على السؤال اللي ابتدينا نتحنى، إنه ليه ما حدش كتب في الموضوع ده؟ لأن اللي فاهمين في الموضوع ده كويس غنيين قوي، مش فاضيين يقعدوا يكتبوا، مش فاضيين يكتبوا. دول ربنا يبارك لهم شغالين بيكسبوا كويس جدا ووقتهم كله مشغول، فبالتالي ما عندوش وقت يقعد يكتب، زائد ان هم اصلا مش اكاديميين، فكمان الكتابه دي مش في الطبيعه بتاعتهم قوي ان هو يعلم حد تاني مش شغلته. فعشان كده البيزنس ديفلوب بتتاثر جدا 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 لغايه دلوقتي. محدش حط البودي اوف نوليدج ووصفه وعرف العلم بشكل جيد. طيب دكتور استاذنك، معظم الشركات في مصر لما بتيجي تعمل جوب بوستنج او تعمل هايرنج لبوزيشنز معينه بيكتبوا ان هم محتاجين بزنس ديفلوبمنت سبيشاليست، بس كل الجي دي او الجوب ديسكريبشن بيكون عباره عن سيلز، ومعظم الناس بيوافقوا على ده وبيكون دورهم سيلز بس بيقولوا على نفسهم بزنس ديفلوبر. تحب تقول لهم ايه؟ آم، خلينا نتكلم بصراحه. السيلز مهنه انا بعشق، وانا ضربت بياعين عدد شعر راسي، وانا راسي فيها شعر بس هم مش شايفينه طبعا. أم أم الاساس في واحد اعرفه يعني ما عندوش ولا شعرايه في راسه، ويقول لك والله عدد شعر راسي، فيعني كلنا بصينا له لا انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ أم أم انا بحب البيع جدا، ورغم من ان البيع من المهن لان هي فعلا بتحرك الاقتصاد، بس مش كل الناس بتحترمه الاحترام الواجب. بل ان كلمه بياع بتستعمل بشكل لا يليق، ولذلك كتير من الشركات قبل البياعين بتحب تدي البياع ده صفة تانية عشان نستقبله. فيقول لك شركات التأمين يقول لك أنا مستشار تأمين، وشركات اللي مش عارف الأسواق المالية يقول لك ده مستشار مالي، وشركات العقاري يقول لك ده مستشار عقاري، وشركات في بعض الألقاب إن هي مستشار، وفي بعض الألقاب من ضمنها يعني من أكثرها استخداما للأسف هو إنه بزنس ديفلوبمنت. ده مش بزنس ديفلوبمنت، ده أورجانيك جروث، فبالتالي ده مش بزنس ديفلوبمنت ولا ينط للبزنس ديفلوبمنت صلة. ولكن هو مش جاي عن يعني هو جاي جزء منه عن محاولة إن أنا أحل مشكلة إن مندوب مبيعات أو مدير مبيعات بتخوف اللي قدامه من أولها، فأنا بحاول ألاقي له لفظ تاني. وجزء منها نتيجة أن الحقيقة لسه الموضوع ده جديد جدا. الكتاب ده نازل السنة دي أصلا أول السنة، فيعني ملحقش إن هو يأثر التأثير ده، ولا حتى بعد 4 سنين ولا 10 سنين هيأثر التأثير ده، غير بعد ما يبتدي تطلع أجيال جديدة من الشباب متعلمين يعني إيه بزنس ديفلوبمنت، وأجيال جديدة من الناس بتوع الاتش ار يعرفوا يعني إيه بزنس ديفلوبمنت. ده الهدف يا دكتور اللي انا عامل عشانه البودكاست، علشان يكون في مرجع ويكون في خريطه طريق لمجال البيزنس ديفلوبمنت وتطوير الاعمال خصوصا في وطننا العربي، ان مفيش محتوى عربي في المجال ده. فشكرا ان انت كنت بتساعدني وكنت جزء من المرجع ده علشان نفيد بيه اكبر عدد ممكن من الناس. ربنا يخليك يا روير. هنخش على الجزء الثاني من حلقه النهارده وهو اسم كلمه. هقول لحضرتك اسماء ناس معينين وعايزك توصفهم في كلمه واحده بس بالنسبه ليك. أنا مش أشطر واحد في الموضوع ده بس هحاول. يلا بينا. جاك ياما مؤسس علي بابا. الإيمان. الايمان. حلو جدا. نجيب ساويرس. الإصرار. سمير ساويرس. آم، آم، سميح عنده ذكاء فطري عالي جدا في مجال الأعمال، فهو يعني هو عنده بيزنس سنس عالي جدا جدا. ايلون ماسك. لوكس. ايه جيف بيسوس. بص بيسوس محدد. محمود العربي.
رمز. حلو جدا. نخش على الجزء الاخير من حلقه النهارده وهو فقره النصايح. هختار فئات معينه وعايز حضرتك تنصحها، وتعالى نبدا باول فئه وهي الفئه الاكثر شيوعا وهي فئه الطلاب اللي عايزين يبداوا ستارت اب وهم لسه بيدرسوا في الكليه. تحب تقول لهم ايه؟ اتاخرت قوي. بمعنى انه كان المفروض يبتدي الستارت اب دي وهو في المدرسه. اوكي. انا ايماني العميق انه تعالى نمسك النماذج اللي انت قلتها. تعالى نمسك محمود العربي. محمود العربي على فكره صديق الوالد، عارفه من زمان. محمود العربي وقصه حياته موجوده، يعني انا مش هالف يعني. محمود العربي ورجال اعمال كتير جدا. في كتاب اسمه رواد الصناعه، ممكن تبص عليه، هتلاقي ان كل الناس الكبار جدا اللي بنوا امبراطوريات، اللي احنا بنقول دول رجال الاعمال بتوع مصر او بتوع اي بلد في العالم، هتلاقيهم ابتدوا شغل وهم في المدرسه. فاللي بيفكر الطالب اللي بيتخرج النهارده ويقول لك انا عايز ابتدي بيزنس النهارده، اقول له ايه؟ اقول له انت اتاخرت. حتى لو كان هيبدا البيزنس وهو فعلا لسه في المدرسه او في الكليه، بس هيجي على دراسته. انا عايز اقول لك ان النهارده الدول المتقدمه ادركت ده، لدرجه ان انت النهارده في دول زي المانيا وانجلترا ودول تانية كتير، الطالب بيبقى معمول حساب ان هو بيشتغل. فبالتالي بيقول لك ايه؟ انت النهارده سي ان انت هتدخل تتعلم بيزنس، وسي ان البيزنس ده هيبقى الدراسه بتاعته في الكليه 4 سنين. هتخرج بعد 4 سنين عندك كام سنه خبره؟ 0. لك انا عايزك تبتدي من سنه اولى تشتغل وتدرس جنب الشغل. طبعا ده معناه انك مش هتخلص في 4 سنين، هتخلص في قد ايه؟ في 5، في 6. بس بعد 6 سنين هتتخرج وانت عندك 6 سنين خبره. صح جدا. زائد. فهل تتخرج بعد 4 سنين وتقعد 6 سنين تاخد خبره، فيبقى انت خدت كام سنه؟ 10. ولا تشتغل وانت بتدرس، فبعد 6 سنين هتبقى معاك نفس الشهاده ومعاك 6 سنين خبره، فانت وفرت الحقيقه 4 سنين من حياتك. الكونسبت ده مهم جدا، انه احنا لازم ندرك ان احنا بندلل اولادنا اكثر مما ينبغي بكتير جدا جدا. خلاص. والمفهوم الصح ان البني ادم بمجرد ما بيبلغ، يعني نتكلم 14 16 سنه، المفروض يبتدي يشتغل ويدرس جنب الشغل، بس لازم يبتدي يشتغل بارت تايم، فول تايم، ايا كان لازم يبتدي يشتغل. لانه لو ما ابتداش يشتغل في السن دي، اصبح مفهوم الشغل عنده ما رسخش بالقدر الكافي. ومش بس مفهوم الشغل، مفهوم الشغل واخلاقيات الشغل والتزام الشغل واولويه الشغل، كل ما له علاقه بالشغل تاه. والحاجات دي ما بتدنيش على جنب. فبالتالي النصيحه بتاعتي ما اتغيرتش. انت اتاخرت قوي. بمعنى ايه؟ ابتدي دلوقتي. انت مستني ايه؟ مستني النتيجه تطلع؟ مالكش دعوه بالنتيجه. مستني تتخرج؟ ما تستناش لما تتخرج، ابتدي دلوقتي. والنصيحه بتاعتي حتى الاولاد اللي لسه في اعدادي وثانوي، ابتدي فكر من دلوقتي. وعلى فكره عندنا في مصر نماذج كويسه جدا من الناس اللي فعلا في السن ده ابتدوا مشاريع وشغاله ونجح. سؤال، طيب في فئه من الطلاب دول هيكونوا مش فاضيين، او بمعنى اصح هيكونوا بالنسبه لهم كلهم هيكونوا عايزين يكونوا رواد اعمال، وكل واحد عايز يكون اللي عنده البيزنس بتاعه. فساعتها هل ده هيكون كويس لينا كمصر ولا ده هيأذيه؟ يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. انت عارف مصر لو عندها 100 واحد زي محمود العربي كنا بينا في حته. لو عندها 100 واحد زي الله يرحمه فريد خميس كنا بينا في حته، وهكذا. حضرتك اي بلد في الدنيا، الغنى بتاع البلد، وانا بتكلم بتاع البلد كلها، بيقاس بعدد رجال الاعمال الناجحين. alright. احد رجال الاعمال
الكبار في مصر فكره عالي جدا. عمل ايه؟ عمل مؤسسة بتاخد الأوائل من أي كلية، زراعة، علوم، سياحة، أيا كان، بس أول كليته ليه؟ لأنه بياخدوه يعملوا له اختبارات أخرى، يشوفوا هو عنده الاستعداد ولا ما عندوش، والمؤسسة دي بتصفره يتعلم بيزنس في هارفارد وكورنيل وأكبر شركات، يعني يروح يتعلم بيزنس هناك. ليه؟ لو أنا الأول بتاع كلية زراعة، منتهى طموحي إيه يعني؟ إيه منتهى طموحي؟ يبقى عندي مزرعة، بلاش أقول لك إن أبقى معيد في الكلية، وده مش هيودي في أي حتة، ولا إن أنا هبقى بشتغل في شركة زراعية. لا، ده أنا طموحي جامد أوي، ده أنا هعمل شركتي الزراعية. فرص نجاحه قد إيه؟ مش كبيرة، لأنه ما اتعلمش بيزنس، اتعلم زراعة بس. مظبوط. ده مش كفاية. أنت بتعتمد على الفطرة بتاعته في البيزنس، وقد لا تكون تكفي. لو أنا خدت الشخص ده نفسه وصفرته يتعلم بيزنس بره، ورجع بالحماس بتاعه، هيعمل الشركة بجد. الشركة دي هتشغل 10,000 واحد. الشركة دي هتدي قيمة مضافة للاقتصاد كله. الشركة دي هتصدر وهتعمل كل حاجة. يبقى أنا النهاردة بصراحة كدولة لازم، لو بنتكلم على الصندوق السيادي مثلا، واحدة من أهم استثماراته اللي يقدر يعملها إن ياخد أوائل كل الكليات، وبعد ما يمر بمجموعة اختبارات تؤكد إنه عنده الاستعداد لده وعنده اللغة اللي هتخليه يقدر يعمل ده. أنا ممكن ما أخدش الأول، أنا أخد الأول قال لي ما بيعرفش إنجليزي، هارد لك. هاخد التاني، التالت، الرابع، كل دول على فكرة زي بعض. 5 الأوائل دول زي بعض، الفروق دي فروق توفيق. نمرة ونص نمرة ولا حاجة. هاخد أنسب واحد في ال5 الأوائل استعدادا ولغة ونفسية وخلفية، إني هصفره وأحوله إلى رجل أعمال تفكير حلو جدا يا دكتور. وأرجعه. ده هيخلق 1000 فرصة عمل. تكلفة تعليم الراجل ده بره أو الست دي بره، وأنا لا أميز بين راجل وست في الحتة دي، هيرجع أو هترجع هتفتح على حد أدنى 1000 فرصة عمل. صح. فرصة عمل بتكلف قد إيه؟ تعليم الراجل ده بره بيكلفك قد إيه؟ أهم حاجة، اوعى تقول لي ياخد الأول ماجستير من مصر، أو يعمل معرفش إيه الأول، أو يخلص إيه الأول. ما فيش حاجة اسمها يخلص. ده طالع، ده هو الثروة الحقيقية بتاعت مصر، هي الأوائل بتاعت الكليات. هم دول اللي هيفتحوا لمصر كل حاجة. ومش ما تقوليش بقى كلية إيه، ما تقوليش ده خريج ألسن هيعمل إيه. هيعمل إيه؟ هيعمل حضرتك حاجات أنت يعني لا تتخيلها لو اتعلم بيزنس. لأنه ده هيرجع على فكرة ده مش هيرجع يعمل بيزنس، ده هيعمل بيزنس ديفلوبمنت، لأنه هيبتدي بمنتج جديد في سوق جديد. صح جدا. تحب ننهي الفقرة دي يا دكتور بسؤال بسيط كده؟ حابب ان انا تنصح كل الناس اللي بيشتغلوا بزنس ديفلوبر في مصر بايه؟ مش هقدر أقول له روح اشتري الكتاب لكن هقول له حاول تطلع عليه بأي صورة من الصور، وحاول إنك تحط لنفسك أجندة، إنك على مدى السنتين 3 اللي جايين تاخد كورس في كل حاجة من 14 مجال اللي الكتاب بيتكلم عليهم، اللي يشكلوا البودي اوف نولج بتاع البيزنس ديفلوبمنت. إذا كان اختيارك حقيقة إن أنت تبقى بيزنس ديفلوبر، يعني هو ده الكارير اللي أنت مختار، يبقى يستحق إنك تستثمر في نفسك مش في أي حاجة تانية. كل الحاجات اللي هتتعلمها دي. حلو جدا. وصلنا لنهاية حلقتنا، وحابب ان حضرتك تشاركنا بمبدأ او كود بتؤمن بيه في حياتك. كلمة واحدة: الاحترام. إنسان النجاح هو احترام. تحترم نفسك، تحترم شغلك، تحترم الناس كلها من أصغرها لأكبرها، تحترم كلمتك، تحترم ميعادك، تحترم كل حاجة. الاحترام هو كلمة واحدة، لكن هو منهج حياة، وهو
الوصفة الأكيدة للنجاح الكامل في. شكرا جدا ليك يا دكتور احمد، انا استفدت على المستوى الشخصي وحقيقي شكرا لوقتك، انا ممتن ليك جدا، واتوقع ان كل اللي هيسمع الحلقه دي هيكونوا ممتنين ليها برضو. اشوفكم على خير اعزائي المستمعين في حلقه جديده من بودكاست بزنس ديفلوبمنت فويس مع روبير وسعد.